لماذا هبطت البورصة المصرية فجأة النهاردة؟ عايز اقول لك المشكلة النهاردة مش في الهبوط اللي حصل، المشكلة في طريقتك في الشراء، ان انت ما بتعرفش تشتري امتى وما بتعرفش تبيع امتى، فبتطلع خسران في الوقت اللي المفروض تكون فيه كسبان. قبل ما ابدا بس وافهمك ايه اللي حصل وايه اللي بيحصل وانت بتعمل ايه غلط، عايز افكرك ان احنا عندنا برامج تعليمية، سواء انت جاي من تحت الصفر ما تعرفش حاجة في البورصة، او بقالك 20 سنة بس لسه بتخسر. طب بتعمل ايه؟ وقف وابعت لنا على الواتساب اللي فوق، هنعلمك صح خطوة بخطوة، برامج تعليمية عملية مش مجرد فيديوهات بتتفرج عليها. انا محمد فاروق، بقالي 21 سنه في البورصه، بدات سنه 2005. ربنا يدينا ويديكم طول العمر. طيب الطبيعي ان البورصه كانت بتطلع بقى لها فتره طويله، وكانت بتطلع بطريقه عنيفه. يعني انت لو انت كنت راجل من المستثمر اللي فاهم بيعمل ايه، اللي بيشتري كام سهم كويس ويصبر عليهم، كان زمانك النهارده كسبان كويس جدا. انا مثلا على سبيل المثال، ودي مش دعوه للشراء لكن انا بشرح لك، لو انا مثلا اشتريت طلعت مصطفى من شهر ب 70 ووصل بيا 96 امبارح ولا النهارده الصبح، فانا كده كسبان كويس جدا. لما ينزل بيا من 96 ل 92، سواء انا بعت عند ال 96 او سواء انا بعت عند ال 92 بعد ما نزل بيا 4 ولا 5%، انا كسبان كويس جدا، لان انا اصلا شاري سهم كويس ومحتفظ بيه. هتخش لي بقى مضاربات وتشتري لي عند ال 96 علشان تبيع عند ال 98 وتعمل لي وقف خساره مش عارف عند كام، هتلاقي نفسك خسران والسوق بيطلع. سوق بيطلع، المفروض لو انت فاهم تبقى كسبان. الاسهم كلها بتطلع تقريبا، يعني اغلبيه الاسهم بتطلع وبتطلع كويس وبتطلع طلعات حلوه، فلو انت بتخسر وقف، ابعت على الواتساب، انت محتاج مساعده. مفيش مكابره هنا، علشان الفلوس انت عارف بتيجي في وقت كبير وبتروح في وقت قليل. حرام عليك، خاصه لو انت بتخسر في سوق صاعد، فانت هتتبهدل في السوق النازل بقى. ولو انت عايز ادله او براهين ان الواحد يعني الحمد لله هو عارف بيعمل ايه، هتلاقي جروب تعليمي مجاني في الصفحه الرئيسيه في القناه، هتلاقي بوستات بتواريخ قديمه، وهتلاقي معلومات بتواريخ قديمه، وحاجات كتيره جدا ما بقتش بحطها هنا وما بحطهاش هنا، خلاص بحطها في الجروب فقط. غير انك هتلاقي معلومات تعليميه عمليه عن البورصه والذهب والفضه والاستثمار والبورصه المصريه والبورصه الامريكيه، وهتلاقي حاجات تانية كتير. طيب نرجع بقى لسبب اصلا التصحيح. هو ده ممكن يكون بدايه تصحيح، وممكن يكون يوم كده عشان اول رمضان، وزي ما قلت لك في فيديوهات كتير، مش شرط ان لما رمضان يجي يحصل بيع، ومش شرط ان رمضان البورصه تنزل فيه. احيانا ممكن البورصه تنزل في رمضان، واحيانا ممكن تطلع. هو الطبيعي ان التريدنج فوليومز ممكن تقل شويه، وعدد الناس اللي شغال بيقل شويه، لكن في النهايه انت برضو مع اول يوم في رمضان جايز يكون بعض الناس قررت تبيع وشويه ناس قرروا يبيعوا، فده عمل نزول، او ممكن يكون بدايه تصحيح يقعد يوم ولا يومين ولا يقعد فتره بسيطه، وترجع الدنيا تهدى تاني وتستقر. وبعد كده كالعاده المستثمر طويل الاجل بيطلع كسبان، ومتوسط الاجل، على فكره متوسط الاجل ده بيتكلم في اسابيع، انا لا بكلمك بقى في 10 سنين زي وارن بافيت، ولا بقول لك استنى 5 سنين ولا الكلام ده كله. وكالعاده قصير الاجل لازم بيطلع خسران، سواء متداول قصير الاجل، سواء بيشتغل على اليوم، سواء بيشتغل على الدقيقه، سواء بيشتغل على ال5 دقائق، كلهم بيطلعوا خسرانين. ولو ما خسرش النهارده بيخسر بكره، ومحصلته النهائيه دخل ب 100000 جنيه في البورصه، بعد 3 سنين بقوا 30000 جنيه. عايز تتعلم بورصه صح من واحد محترف، ابعت لنا على الواتساب اللي فوق، هنعلمك خطوه بخطوه. دي برامج تعليميه عمليه، وبتبعت لي تستشيرني وبنتكلم مع بعض خطوه بخطوه. الموضوع اكبر بكتير من مجرد ان انا اتفرج على فيديوهين ثلاثه. وعلى فكره فكره الفيديوهات هي حلوه، يعني طبعا لو انت تعرف حد تاني بيبيع فيديوهات تعليميه حلوه اتفرج عليها، ده هتستفاد مليون في الميه. لكن بالاضافه للفيديوهات التعليميه عندنا كمان البرنامج ده، ان انت تبعت وتسالني وتستشيرني، واحداث تحصل يوميا نتناقش فيها. فطبعا دي بتكون انا في رايي الشخصي افضل طريقه لتعلم البورصه. عايز تتعلم؟ عندك رقم واتساب فوق.